السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عوض السعدي من قناتي عوض السعدي. طبعا أنا مصور فوتوغرافي من 2014 أو 2015 أتوقع. اليوم باستضافتي زكريا المشيفري، أحد أفضل المصورين في ولاية السويق. زكريا المشيفري، طبعا أنا ما بطول معاك، دردشة خفيفة وبسيطة. بنتكلم عن عالم التصوير. أبى أعرف بدايتك في التصوير. حياك يا أخوي عوض، يعطيك العافية. الله يعافيك. مشكور على الاستضافة. الله يسلمك ويسعدك. والله بدايتي في التصوير كان عن طريق فريق المنفش. حلو. كان معي كاميرا، هي كان معي مع الأخوي. شفت كاميرا ومع الفريق كنت أحضر تمارين فريق المنفش وأحضر مباريات. كنت أنا ماشي مع الكاميرا وأصور اللاعبين، وعادي من ذيك اللحظة عاد انطلقت في التصوير. زكريا، أباك تخبرني كيف تشوف مستواك في التصوير؟ والله ما أقدر أقول لك، يعني أباك تخبر المتابعين يعني إلى أي مدى وصلت بعد ما وصلت أقول لك محترف بعدنا في أو بعد التعلم كنا نوصل للمحترفين، محترف أو مصور محترف. تتذكر أول صورة صورتها في حياتك؟ أول صورة التقطتها؟ أول صورة في الملعب، صور اللاعبين كنا. أي نعم. حديثا انضممت إلى زخم الإعلام. أي نعم. إيش رأيك في زخم؟ والله زخم تعلمت من ضمامي، بعد انضمامي في زخم تعلمت أشياء وايد في التصوير، وتطورت ورحت وانطلقت للتصوير عن طريق فريق زخم. ما مقصرين يعني، أنت كعوض وبوالين ما شاء الله، يعني أنتم ماشيين وأنت بعدكم أنا. إيش رأيك في المصور عوض؟ والله ما شاء الله تصويره طبعا مبدع. لا تجامل. مبدع، أنا ما جاملك، لكن الناس تقول، الناس تتكلم، الناس تشوف. الله خل اللي يتابع شوف، تابع الحساب وشوفوا ما شاء الله تحصل الإبداع. طيب زكريا، احنا دائما نشوفكم متواجدين في الساحة الإعلامية، كيف تشوف الإعلام في الولاية؟ والله الإعلام يزعلون يا أخي علينا. طيب زكريا، بننتقل إلى بعض الخصوصيات في عالم التصوير عندك. طبعا خبرنا ايش أسوأ المواقف اللي حصلت لك في التصوير؟ والله موقف واحد، لكن ما أقدر أذكر صراحة، ما أقدر أذكر. خلي المتابعين يعرفون يعني. لا ما أقدر. يعني هذا يمكن الموقف الوحيد من أسوأ المواقف اللي حصلت لك يعني. هي نعم. طيب المواقف الإيجابية أو اللي استفدت من خلال رحلتك في التصوير؟ والله صراحة في التصوير، من دخلت التصوير في أشياء ما كنت أتخيلها. حلو. لكن من دخلت التصوير الحمد لله رب العالمين، يعني أول شيء نهاية دور أبطال آسيا. ناس تتمنى تدخل الملعب أو مع الجمهور، ما بالك تدخل في الملعب ومع اللاعبين، تكون قريب للاعبين. طيب ما أن وصلنا إلى دور أبطال آسيا، خبرنا عن تجربتك. من أجمل التغطيات نهاية دور أبطال آسيا. جميل. كان باتنا المباراة بين العين والنادي الياباني، نادي وراوا تقريبا. رشيم هذا انفجار. زين. طيب زكريا، شوي بندخل بعدنا في الخصوصيات. هل التصوير بالنسبة لك فيه فائدة؟ هو في فائدة، نعم. ما بقول لك ما في فائدة، في فائدة. أي نعم. إيش تقول للناس اللي يقولون التصوير مجرد كبسة زر؟ صح، كبسة زر التصوير، لكن من بعد التصوير وإيش؟ في تعديل، في عمل. نعم. عمل في اختيار الصورة الحلوة اللي يختار. المتابعين باغين يعرفون عن أمورك المادية في مجال التصوير. كيف نحن نحط أسعار لهذا التغطيات؟ هي على حسب الشغل اللي بتشتغله، أو على حسب الصور اللي تباع. في ناس أو في أشخاص يقول لك أنا بغنى صورتي هنا في 10، في أشخاص أو على حسب المسافة اللي بتاخذها. أنت كم تأخذ في التصوير الرياضي؟
على حسب، ما اقدر اقول لك يعني، على حسب. خبر المتابعين. ما اقدر اقول لك يعني هي على حسب الشخص ويريد. طبعا في شخص يقول لك انا اريد مثلا صور، كم صورة بس فقط. في شخص لا يقول لك انا بصور بفيديو. او في اشخاص يقول لك انا في تغطية مباراة كاملة، يقول لك ابغى صور، ابغى تغطية فيديو، اريد فيديو خاص للاعب مثلا، او فيديو خاص للحضور، او فيديو على حسب العمل. طيب زكريا، وين تبى توصل في التصوير؟ ان شاء الله للعالمية، نوصل بكام بعيد ان شاء الله باذن الله تعالى. اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. باذن الله جميعا ان شاء الله. طيب زكريا، في موقف حصل لك في تغطية من التغطيات لما كنا في العين، يعني كان الشباب يضحكون عن موضوع المصورة هند أحد أفضل المصورات طبعا في الإمارات، توجه لها تحية. كل التحية. طبعا في موقف ودائما الشباب يضحكون عليه، يعني تقدر تخبرنا عن هذا الشيء؟ ايش الموقف؟ الله يسلمك، أنا كنت حاب أخذ لقطات أو صور للمصورين، بعض المصورين، وكانت هند من ضمن المصورين. وكنت أنا قبل لا أروح هناك كنت من متابعين هند ما شاء الله. يعني أمشي على خطأ هند ما شاء الله واصلة. طبعا مصورة في نادي الوصل تقريبا. وكنت أنا ذيك الساعة ذيك الوقت هي هند موجودة هناك في الملعب في النهائي تقريبا. ناديت عليها هند أريد تجبر صوبي بس عشان أخذ صورة عفوية. وعاد الشباب من ذيك اللقطة فكان الشباب يعني مناداتك للاسم بشكل غريب، يعني وكأنك لا صوت كان صوت جمهور ذيك الساعة، كان جمهور قريب، جمهور الضيف كان قريب فتقدر تقول الجمهور كيف ناديت الاسم يعني؟ لا ما تقول. الله يعطيك الصحة والعافية. زكريا، من هو أفضل مصور عندك؟ طبعا عندي بوالين وإسحاق وعوض السعدي. مصور واحد نبغى بس. الاثنين ما شاء الله عليهم يعني. نحن نبغى مصور منافسين طبعا نظام السؤال نبغى مصور واحد يعني. ما اقدر افرق يعني، ما شاء الله عليهم. الله يعطيك الصحة والعافية، وهذا ثقة يعني كبيرة وشهادة على راسنا يعني. يعطيك العافية. زكريا، يعني نحن صورنا من أكثر من مجال، صورنا في أكثر مجال، يعني عندك تصوير الأعراس، تصوير الرياضي والإعلانات والمنتجات. إيش أفضل مجال حبيته؟ والله كوني أنا رياضي حبيت صراحة رياضة. تصوير رياضي فنان حلو، يوم تاخذ مثلا لقطة هدف جميل، فرحة لاعب، ممتاز، الذكريات، مثلا فيديو تصور فيديو هدف للاعب، او ان احتفاليه للاعب، هذا شيء جميل، وذكريات اللاعب. ولك انت كلمه حاب تقدمها لمتابعين عوض السعدي؟ عوض السعدي ادعوا له بالتوفيق ان شاء الله. عوض السعدي اللي ما يعرفه قلب ابيض صراحه يعني. الله يسعدك. اي نعم. طبعا انا ما اقدر اقول شيء يعني، بس عندي نقطة للمتابعين. طبعا هذه مساحتك الحين تفضفض امام المتابعين، فاقول اللي خاطرك فيه. زين. فاتمنى هم يسمعونك يعني. اتمنى. زين. النقطة هي نفس ما قلت لك اللي بعد التصوير. يعني مثال انا راح اصور مكان مباراة ولا اصور مثلا عرس او شيء، انا بعدني ما واحد طالع من المكان عاد قاعد لنا رسالة ارسل لي الصورة. تعرفون ان بعد التصوير بعد ما اصور لازم في تعديلات الصور، او اختيار الصور، وبعدين تعديل، وبعدين صور رابط. يعني هذه يبغى يمكن نص يوم تقريبا نص يوم، او على حسب المصور. عطوا المصور شويه مساحه عشان ياخذ راحته ويضبط الصور على كيفه وبعدين شو اسمه ذاك. والصوت ترى بين كذا والله كيف بين ما بيتخن. الله يسعدك يا زكريا. وطبعا هذه رسالة مهمة من زكريا، عشيت يا ابو علي. اتمنى هذه الرسالة يعني توصل. يعني زكريا دائما ماخذ في خاطره في هذه النقطة،
ومركز عليها دائما ياسي يتشكى فيها. وادي ما شلنا وادي المصورين. زكريا الله يسعدك، آمين. بارك الله جميعاً فيك. جميعاً. طبعا هذا حوار بسيط، وانا طبعا ما مذيع، ولكن حبينا نتحاور ونعرف بعض الاشياء اللي موجوده في عالم التصوير مع زكريا المشيفري. وعوض السعدي. الله يسعدك يا زكريا، آمين وشكرا إن شاء لك الله. وبارك الله فيك. يعطيك العافيه. الله يعافيك. ما قصرت، مقابله حلوه يا اخي صراحه. الله يسلمك يا رب العالمين. الله يسعدك. نستفيد منك، نستفيد. ولا تنسوا اللايك، وايش الكلمه الثانيه معك؟ الشير. لا ما الشير، اشتراك. اشتراك. لا بالانجليزي ايش؟ ما اعرف. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. نشر. نعم. ايش رايك؟ لبس طبعا.